طبعا خدتني سلخه اول ما قعدت اسئله وقال له مين افضل استثمار في دبي ولا انجلترا ولا مصر؟ مساء الفل. مساء الجمال. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ازيك يا نظم؟ كله حلو الحمد لله. احنا مبسوطين جدا جدا انت النهارده معانا، منورنا في ريد فلاج، وهنتكلم على حبه حاجات كده ليها علاقات بحبه توبك وحاجات توكسيك اللي في المجال اللي بنشوفها. بس الاول جاهزين. عرفنا بنفسك. انا رامي الخولي، سي او شركه يونتس، شغال في الاندستري بتاعه البروكرج من 2014. قبليها طبعا من 2003 انا شغال في الريل استيت. كنا في بارادايس راس سدر البحر الاحمر، وبعد كده اشتغلنا في دماك. افتكر انت فاكر الفتره الذهبيه دي؟ انت استاذ داخل عليك. لا ازاي، العفو. ومن ساعه بقى بعد كده اشتغلنا في وادي النيل في جراند هايتس، الشركه الكويتيه المصريه. مظبوط. وبعد كده فتحت الشركه دي بقى في 2014. هايل ما شاء الله ما شاء الله. قول لي ايه اكبر خبر كان صادم شويه، في صدى كبير قوي حصل في السنه اللي فاتت في 24؟ لا، هو مش خبر صادم، هو الوضع بتاع السوق هو بس اللي كان صادم شويه. اوكي. لانه العرض والطلب اختلف شويه. العرض والطلب، البيهيفير بتاع الكونسيومر نفسه بتاع الريل استيت اتغير. ما بقاش يبص للموضوع انه هو هيسكن بس، او انه هو عاوز يجيب شقه يتجوز فيها، او عاوز يجيب حاجه لاولاده يامن فيها. بقى الموضوع هو مش عارف يعمل ايه انه يحافظ على قيمه الفلوس. فالريكوست اتغير، الاسعار اللي بنتكلم فيها اتغيرت. الحاجه اللي كنا بنبيعها مثلا ب10 مليون بقى بتتباع ب50 مليون، مش ب20 مليون. العميل نفسه عشان يستوعب حاجه زي كده قعد فتره كبيره جدا جدا ان هو يقدر ياخد قرار ان هو يأمن انه ده، او يعني يصدق انه ده خلاص بقى السعر بتاع العقار نفسه. مهما انت كنت بتقول له قبل كده خلي بالك انت لو ما اشتريتش في الفتره ديت الدنيا هتغلى عليك، ما كانش بيصدقك. المفاجاه ان ده حصل فعلا. صح. والاسعار طبعا انت شفت بقت عامله ازاي، اكيد انت معانا بنفس القصه. احنا الكوانتيتي بتاعت المبيعات نفسها تقريبا ثابته، بس الفوليوم بقى تريبل. بالظبط. الاسعار ما حدش ابدا كان متوقع انها تيجي كده، والناس اللي فعلا احنا قلنا لهم دلوقتي هم خلاص بصموا بالعشرة ان افتكر العقار هو الملاذ الامن دلوقتي، بالذات واحنا موجودين في مصر. وانا بسميه سيفتي بيلو، يعني هو ده اللي هو مهما حصل مش هيبقى في عندك عشان في حروب او عشان في حاجه فالدولار هيطلع، فالذهب عشان في طلب عليه هيقل. العقار من ساعه ما اتخلقنا على الارض هو واخد نفس الوضع بتاعه. صح. وبالذات في بلدنا، لان في بلدنا العقار موضوع مختلف شويه. هو عباره عن كلتشر. لازم يبقى عندك عقار، لازم يبقى عندك ارض او بيت او حتى دور او حتى اوضه في حته، لازم يبقى عندك حاجه. احنا متربيين كده. لازم تشتري حاجه. فالسوق عندنا مختلف شويه برضه. هايل. واحنا في المجال عندنا ازاي حتى في الاول بقى لما كنا بنشتغل بايدينا واحنا اللي بنبيع بنفسنا، لغايه دلوقتي طبعا بنبيع بنفسنا لما كان ابتدينا، كنت ازاي بتعرف تقنع يا رامي باشا كلاينت ان هو يشتري حاجه وهو لسه اوف بلان، لسه ارض، وانه يستلم بعد 4 سنين؟ كنت بتعمل الحدوته دي ازاي؟ ده زمان كان تشالنج كبير قوي، لانه هو ما كانش فيه مصداقيه من، يعني كان فيه، تفتكر انت الافلام بتاعت زمان، البرج الخيال والسراب والناس تشتري شقق ومفيش حد بيبدي والكلام دوت. لحد ما دايما نقول اتبنى علاقه بين المطورين والمشترين. يعني بقى عندنا في التوب 5 ديفلوبرز خلاص سلموا مشاريع بقت موجوده، بقوا عارفين. الناس مش فبقيت اذكر اسم المطور، خلاص بقى في مصداقيه. هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه، ان احنا نشتغل مع مطورين. المطورين دول في مصداقيه، ورقهم كله سليم، مفيش اي تلاعب في الاستلامات او اي بيسموها نوايا خفيه يعني. على العملاء. ومن هنا بدأنا نشتغل ان احنا العميل نفهمه يعني ايه المطور دوت، وقد ايه هو عنده عباءة مالية يقدر ينفذ المشروع، ايه التاريخ بتاعه والهيستوري بتاعه. ابدا اثقف العميل بالنسبه للمطور، لان ده مجال مش مجاله. هو ممكن يسمع عن الشركه بس ما يعرفش الشركه دي اولها فين واخرها فين وصاحبها ايه وعمل ايه. من بعد كده بقى مهما اشترى في اي ديليفري تايم خلاص. بس انت مريت بالمرحله الصعبه
على ايام ما احنا كنا بنشتغل مع بعض في دماك بالذات، ان احنا اول ما اشتغلنا في دماك في 2007 وحضرتك كنت قبليه طبعا بكتير، ان انت اصلا كنت لما يقول لك اصلا يعني ايه دماك وانت تقول لهم اصلا يبقى حسين سجواني، يعني انت كنت بتعمل القصه دي في المرحله الصعبه، يعني من قبل ما اصلا حتى مكان الديفلوبر معروف، سيادتك كنت بتعرف تقنع ازاي بالديفلوبر وان هو الناس دي بالاسم الاونر. حضرتك كنت عملت القصه دي بالظبط زي ما بقول لك، هي بالمصداقيه. الفكره في دماغ كان السوق متعطش لمطور جديد. الناس كلها كانت حافظه المطورين اللي موجودين اللي في مصر المحليين، وده كان تقريبا يعتبر اول انترناشونال ديفلوبر يخش مصر بالحجم ده. عمل شغل حلو قوي في الوقت ده، عمل ماركتنج رهيب. احنا كشركات جينا اشتغلنا في حاجه، احنا كمبيعات جينا اشتغلنا في شركات زي دي، سالنا الشركه دي فين، شفنا الهيستوري بتاعها برضو في دبي، شفنا نفذت كام مشروع، عملت ايه، شفنا المكاتب بتاعتها هنا ورقياتها والفلوس اللي اتدفعت عامله ازاي. فعرفنا ان الراجل ده مش جاي يهزر، يعني هو كان مفروض ان هو جاي ينفذ استثمار بشكل معين. طبعا لولا انت عارف الاحداث اللي حصلت العالميه في الاقتصاد، يعني عمل شويه تعثرات في الشركه دي، بس هو ده كان برضو اسلوبي، يعني هو لازم ان انا اجيب الموضوع من اوله. لو هايد بارك دلوقتي موجوده وشغاله وقف 300 فدان والناس ساكنه والناس مبسوطه، كل الحمد لله احنا بعنا لهم الناس مبسوطه وكسبوا كويس قوي ومبسوطين بالبيت اللي هم خدوه الحمد لله. اشتروا انت فاكر الاسعار طبعا يعني كانت اكبر فيلا كانت ب 3 و4 مليون، دلوقتي ما شاء الله يعني دلوقتي اربعينات وخمسينات واكتر من كده كمان. بالظبط. لو سالتك ابيع دلوقتي ولا استنى؟ لا، ما حدش يبيع حاجه طول ما انت مش تعمل حاجه في الفلوس، عشان بس ده فخ ناس تقع فيه كتير. يقول لك انا ابيع واجيب كذا عقار بالمبلغ ده، او النهارده انت حتى مكانك اللي انت اشتريته لو انت استلمته ده، انت الار او اي في الايجار بتاعه، او انك تديره او تعمله في اي ابلكيشن من الايجارات دي، حاجه مفيش غنى عنها. الموضوع ان انت تبيعه عشان الفلوس تجيب بيها عمله او تجيب بيها ذهب او تجيب اي حاجه من الاستثمار، انت بتخسر ديفنتلي 100%. يعني ما تفكرش. صح. البيع اللي انت هتعمل حاجه في الفلوس، هتعمل مشروع، هتتجوز، هتعمل ابجريد للبيزنس بتاعك، بتشتري بيت تاني فهتاخد الفلوس دي تحطها في بيت هتستلمه برضو في فتره قريبه. هو ده الحاجه اللي انا بيع فيها. اما بيع عشان اغير الاستثمار من عقارات لاي استثمار تاني، افتكر ده مش قرار غير صحيح، ما انصحش حتى لو دولار، حتى لو ذهب، حتى لو اي حاجه. انا شايف انا موافقك تماما، بس انا برضو حابب الناس تبقى تعرف لو حد مثلا قدامك دولار ولا ذهب ولا بيت، ان انت سواء حضرتك قلت حته انا مقتنع بيها جدا جدا جدا، ان انا نفترض ان انت دلوقتي حد اتعرض عليك حاجه مثلا اوفيس سبيس، كان زمان الحاجات دي كان في شارع 90 الشمالي وكانش حد بيبص لها، ما كانش حد فاهمها ساعتها، وطبعا ناحيه سيادتك ناحيه زايد كان مثلا مكتب مثلا ب 2 مليون جنيه، تدفع مثلا 100,000 وتقسط الباقي وتستلم بعد 3 سنين. بعد ما بتستلمه هو اصلا بيكمل ثمنه، لو هو مثلا لو على 5-6 سنين فانت هو بيكمل ثمنه من ايجاره. الحاجات دلوقتي متر الايجارات بقت ب 1000 جنيه، يعني لو عندك 100 متر بس فانت بقى عندك، انت مش عامل ابديت على السعر. انا في الشيخ زايد عندي وصلت 1500 و1800 ده فعلا لايجار المكاتب. ده السعر بقى اغلى من التجاري كمان. اغلى ده مش واقبال مرعب جد، مفيش مكان ويتنج ليست. ويتنج ليست بالظبط. انا مش عايز اقول كده بس دي حقيقه، يعني في ووتر واي وتريفيوم وكايروز بلازا وبارك والكلام ده ويتنج ليست حقيقي، اللي هو طيب اسمك ايه بقى عشان بقى نقول لك كأنك ايه ده بالظبط. والاسعار اللي سيادتك بتقولها اللي هو يعني بالظبط. انت قلت حاجه مهمه جدا، التنوع. انت بتقول لي العقار ولا هيحط في الدولار ولا في ذهب. التنوع مهم، ما بنحطش برضو البيت في سله واحده. اوكي. انا يبقى عندي في تنوع في العقارات نفسها، اللي هو زي ما انت بتقول من سكني لتجاري لإداري، لانه هو بيختلف في الار او اي بتاعه في كل مشروع. أوكي. طبعا حسب المكان زي ما انت بتقول والديفلوبر والكلام دوت. والقصه الثانيه اللي هو انا بحط في الذهب او بحط في الدولار، هي بتبقى نسب. اكيد النصيب الاسد او نصيب الكبير هيبقى في العقارات، لان هو ده اغلى منتج موجود. اما الدولار انت ممكن من اول 10,000 دولار تبقى معاك حاجه اسمها دولار. اوكي. مش اتس نوت ا بيج ديل، وهتعرف تتصرف فيهم بسرعه والكلام ده. اما هو انت هتحطه كمخزون. لو جيت حسبتها كده، هو الذهب من ساعه برضو ما اتولدنا لحد النهارده هو فعلا غلي، بس تعال احسب ساعتها الدولار كان بكام وبقى في كام، هتلاقي نفس الحاجه ما زادتش، اخرنا 3% في السنه. صح. لا، العقارات حاجه تانية. ممكن تانية. من اوف بلان اكون عامل 100%. صح. ممكن اكون بعد الاستلام بيجيب لي ار او اي 35% و40%، واعمل بعد كده ريسيل بيعمل لي اد فاليو على الفيكسد اسيت بتاعتي. البروبرتي نفسه سعره بيغلى والايجار بيغلى. ما هو ده اللي بتكلم فيه. الفيكسد اسيت نفسه بتاعتي سعرها بتغلى. صح. مش بس ان انا برضه بيدخل لي فلوس. اللعبه كلها في الدخل او في الفلوس او اداره الفلوس نفسها عامله ازاي.
ان انا ابقى ضامن ان انا كل شهر جاي لي فلوس، صح. دي مش ان انا معايا فلوس في البنك أيوة. او ان انا معايا ذهب في الصندوق او معايا، لا، انا بالظبط. انا عندي عقار، العقار ده مكتب، عياده، شقه بتتاجر بتجيب لي فلوس، زائد انا شغلي الاساسي بيجيب فلوس، اقدر ان انا احرك الفلوس دي في اتجاهات اخرى. يبقى عندي خلاص في السنه بيجي لي اكس، الاكس ده بيجي لي من ايجارات العقارات بتاعتي، وعندي اكس بيجي لي من البيزنس بتاعي انا. تمام، اقدر اوظف الفلوس ده، عايز شويه بقى في الذهب انت حر، عايز شويه في الدولارات انت حر، بس اساسك هو الريل استيت. صح. غير كده لا، انت معلش مهما كان مرتبك او مهما كان البيزنس بتاعك، اي فلوس هتجيبها هي هتتاكل بالانفليشن اللي احنا فيه. ده حقيقي. فانت لازم يبقى في حاجه جنبك تانية تديلك تزقك زق. ليه؟ زي ما انت بتقول الايجار كان ب 500 جنيه المتشطف في الشيخ زايد، النهارده ب 1500 جنيه، اما انت مرتبك ما زادش اكتر من 30%. حجم الانكم بتاعك، النت بروفيت بتاعك في البيزنس، انت لو انت عندك بيزنس مش هيزيد عن 20 25%، لان هو لو زاد عن كده، يعني انا اسف يعني قصدي لو قل عن كده اكيد هتحط فلوسك في البنك احسن. صح. ما البنك النهارده بيجيب لك 30%، وتوفر بقى الشركه وتوفر البيزنس والكلام ده. فاهم قصدك. فهي في الاخر هو العقار، هي الحسبة عقار بالظبط. ومتجربة ومدروسة وجربناها قبل كده بدل مرة 2 و3، وفي الآخر لا، هو العقار في الآخر هو الملاذ الآمن. يعني افتكر يعني من زمان ايام الفراعنه كده لحد دلوقتي حجم السياحه في مصر بسبب الاهرامات. صح. بسبب عقار بيت. بسبب معبد، بسبب حاجه، مش بسبب حاجه غير كده. صح. دي ده حقيقة. حجم السياحه اللي أول عندنا مرة في حد مصر. يقول لي المعلومة، بس صح. دي حقيقه. انت صح. انت هو صح. عقار، هو عقار في فعلا. الاخر عقار. حقيقي. حقيقي. صح. عايز اسالك سؤال. انا عارفك من زمان، احنا عارفين بعض من 2008، وبصراحه من اجمل الناس اللي احنا اتقابلنا بيهم على مدار حياتي كلها. راجل جميل وشاطر وناجح، ودايما كل حاجتك جميله زيك، ودايما من الناس اللي بتحب تدرس الحاجه اللي قدامها. اشمعنى اخترت ريد كولابريشن؟ ريد كولابريشن دي هو مش اختيار، هو انا سعيت لريد كولابريشن. الاختيار ده معناه ان انا مثلا عندي كذا اوبشن وهختار حاجه في النص. لا، انا من زمان جدا مستني حاجه زي ريد كولابريشن تحصل. ليه بقى؟ زي ما انت شايف السوق اختلف ازاي. احنا مثلا النهارده من شغلنا، انا بالنسبه خلينا نتكلم في البروكرج والشغل اللي هو بيرسونال، انا فيه مش موظف في شركه او حاجه، من 2014، يعني انا 10 سنين. ال10 سنين ده العميل كان بيكلفنا، يعني انا ممكن تستغرب انت حاجه زي كده، العميل اللي كان بيشتري فيلا من 3 ب 4 مليون كان بيكلفنا 40 قرش. اوكي. 40 قرش. 40 قرش دي هتقول اللي هي ايه يا رامي؟ اللي هي الاس ام اس كامبين. اوكي. كان العميل ب 40 قرش، مفيش أيوة. المسج كان ب 40,000. ولو في الجورنان كنا بناخد شمال الرياضه الصفحه الرهيبه، يعني كنا بناخدها بكام؟ يعني 250,000 جنيه ولا حاجه. يعني بالنسبه بقى انك هتبيع بيعتين 3 في العملات دي ولا حاجه. النهارده السوق اختلف، ما بقتش هي دي البلاتفورم اللي العميل بيبص فيها عشان ينقي العقار بتاعه، او انه يفتح الاس ام اس كامبين او يشوف الجورنال. الجنريشن نفسه اللي بياخد القرار اختلف. اوكي. بقى هو عنده التكنولوجيا وعنده الويز او البلاتفورمز المختلفه، وبقى شايف الدنيا بره ماشيه ازاي. هي دي الحاجات اللي بقت تشده. بقى عندنا التليفون بقى مختلف من 2014. التليفون بقى حاجه تانية خالص. تمام. هو بقى مش تليفون، هو بقى حياه كامله. صح. البلاتفورمز ديت خلت ان في تشالنج عندنا احنا في الماركتنج ايدياز، ان احنا كل شويه لازم تبقى مختلف عن الاخرون، لازم تجيب فكره جديده عشان تشد العميل ويبص لك، لازم تبقى عندك تيم. التيم ده انت لو صرفت عليه عشان يبقى عندك الكرياتيفيتي دي كلها، يبقى كل الانكم اللي جات من الشركه هتصرفه على التيم ده بس، لان ده اغلى حاجه في الحدوته بتاعتنا. بالظبط، هو ده السورس بتاع الكلام ده. اللي حصل بقى ان السوق كمان اتغير، ان احنا من 2014 من ساعه لما فتحت معانا العاصمه الاداريه وبقى في ديستنيشن في مصر زي العلمين الجديده، دمياط الجديده، المنصوره الجديده، بقى في حجم من الشركات اللي هي البروكج اللي فتحت، افتكر 10 اضعاف ما كان موجود قبل 2014 اكتر. ده عمل تشالنج رهيب جدا معانا، لان زمان برضو احنا معلش يعني انا فاتح في الشيخ زايد من 2014، انا مش فاكر اكتر من 4 كيانات كانوا بنتحدى بعض وكنا بنخبط في بعض في السوق. النهارده معلش انا اسف يعني انا في ناس احنا ما نعرفهمش خالص، عدد في بقت شركات احنا ما نعرفش هم اصلا بداوا امتى وخلصوا امتى. يعني فتحوا وقفلوا ومشي واحنا ما نعرفش من كتر الكميه الرهيبه الكل ده. بقى يستخدم بلاتفورم مختلفه، بقى يستخدم اسلوب في الكلام مختلف تماما غير المدرسه بتاعتنا خالص اللي بقول لك عليها المصداقيه وندور وبنعمل. بيديله معلومات ان هو ازاي يقدر يطلع منه الفلوس، بس مش انه يقدر ان هو يستثمر معاه او يديله نصيحه. فعلا احنا اسمنا استشاريين عقاريين، مش بياعين عقارات بس. ده مبدأ مختلف تماما. هنا تلاقت بقى الفكره بتاعت ريد كولابريشن معانا. طبعا المؤسسين بتاعت ريد كولابريشن الباشمهندس خالد بهيج ومستر محمد بناني،
يعني اسامي ما حدش يقدر يتكلم عنها خالص في التاريخ بتاع الريل استيت. هم بادئين قبلنا اساسا، احنا قبل ما نشتغل من الريل استيت شبهنا جدا جدا جدا، عارفين احنا عاوزين ايه. عملوا الكومبينيشن اللي هي تقدر ان انت تخلي الشركات ليها اتجاه واحد. يعني ايه اتجاه واحد؟ ما بدأوش ان احنا نجيب فلوس ازاي، ودي كان الخلاف اللي بيننا وبين بعض في الاول خالص. كنت كل ما اتكلم اقول لهم لا هنا نكسب اكتر، هنا ناخد عمولات اكتر. كان الفكر التاني لا، هو احنا ازاي نأسس صح، ازاي نطلع موظف ونطلع شركه نأهلها ونعمل حملات دعايه ديفلوبمنت، ازاي ان انا استثمر في البني ادم ده كويس قوي. عملوا الريد اكاديمي، الحمد لله. عملوا هاب للاتش ار عشان نبقى كلنا قوه واحده للتوظيف. مظبوط. عملوا حاجه اسمها ريد اكسبو. طبعا دي مش حاجه، دي حاجه هايله عظيمه يعني، مش حاجه صغيره. ريد اكسبو ده طبعا كان فارق كتير جدا 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 عن اي معارض بتتعمل من البروكرج. تمام سيادتك. الصوره اختلفت تماما. ده اللي خلاني انا اللي بدور على ريد كولابريشن، مش انا اخترتها. بس ده كان ردي على السؤال. تمام يعني تشرف واد فاليو لريد وكل اعضاء الكولابريشن. الحمد لله كلهم ناس محترمه وكلهم ناس في نفس المستوى. حبيبي هذا من ذوقك، ده من ذوقك. طب انا عايز اسالك سؤال مش موجود هنا بعد اذنك. اتفضل. انا عارف ان انت بتسافر كتير امارات وامريكا وانجلترا، وكان في سؤال لسه جاي في بالي دلوقتي. الاستاذ عمرو اديب ساله العبار وقال له مين افضل استثمار في دبي ولا انجلترا ولا مصر؟ وساعتها العبار قال مصر. انت ايه رايك؟ انت معاه ولا ضد؟ ولا عايز اعرف رايك انت. بص انا يعني استثمرت في الدول دي كلها وشفت الفلوس هنا رجعت بكام وهنا رجعت بكام وهنا رجعت بكام. اوكي. الموضوع مختلف تماما. هو كلامه صح، هو مصر. لان انا رديت على السؤال ده لو خدت بالك من شويه. احنا عندنا السوق مختلف. هناك انت السوق بيعتمد على الويف. اوكي. دلوقتي في حملات ان انا اروح في دبي، اتجاهات اقتصاد هناك هم عاملين تسهيلات. التسهيلات دي لو مش موجوده السوق هيبقى بطيء شويه. اوكي. لو حصل اي مشكله في البورصه هتلاقي السوق بقى بطيء شويه، ممكن ينعدم تماما. وانت عارف حاجه زي كده زي الخميس الاسود اللي حصل. نفس القصه في امريكا، نفس القصه في انجلترا. يعتبر الشراء منعدم. امريكا وانجلترا بالذات الضرايب يعني واخده تقريبا 60% من النت بروفيت بتاعك. فهي الدنيا صعبه جدا هناك. دبي تقريبا ضرايب مش موجوده، يعني بدات تستحدثوا بضرايب جديد، بس برضو السوق هناك متوقف برضو على اتجاهات الدوله واتجاهات الاستثمار والمناخ العالمي. في مصر احنا بنشتري عقار، موضوع مختلف تماما. موضوع مختلف واضح. زي ما قلت هو كالتشر، يعني هو مش ان انا لا، هو اي حد في الدنيا. حتى لو تفتكر على ايامنا احنا لما كنا نتجوز، يعني نقول لهم هنجيب شقه ايجار يبص لك كده مستغرب، يعني ايه هتجيب شقه ايجار؟ لازم تجيب شقه ملك صح. فهو كان الطبيعي ان انت تجيب شقه ملك، وطبيعي ان انت تتملك حاجه زي كده. فكرتني بحاجه واحنا بنتكلم، حتى كل واحد اكيد ليه قرايبه اللي اشتغل في السعوديه واللي اشتغل في الخليج. الكلام في التسعينات والثمانينات وبدايه الالفينات وكده، كان اول حاجه يقول لك انا اروح اكون نفسي عشان ارجع اشتري بيت. ده مصر. اشتري دوار، اشتري شقه. ده السوق المصري. ده هو ده اهم حاجه عنده في حياته، ان يبقى عنده كلمه بيت. يعني زي ما سيادتك بتقول بالظبط. ما شاء الله انت سي او ناجح، الله اكبر عليك. الحمد لله. ساعات بتجيلك فتره كده بتحس مثلا باحباط او كده، وهل دي ريد فلاج ولا لا؟ طبعا طبيعي لما السوق يبقى ضدك، او مثلا يبقى في ريسيشن او في تباطؤ في المبيعات او في اي وضع سياسي حواليك، زي ما انت شايف المناخ اللي احنا فيه عامل ازاي. طبعا ده بيخليك انت شويه عندك احباط. بس هو مش ريد فلاج، يعني هو بيعمل لك ان انت نيو تشالنج، لان انت عديت على المراحل دي من زمان. انت من 2003 اوكي. فانت عديت في 2008 وعديت في 2010 الحمد لله، وعديت في التعويم الاولاني وعديت في التعويم الثاني، فهنعدي من كله. اوكي. فبتجهز بس ان انت لازم يبقى عندك ديفلوبمنت على طول. اوكي. الديفلوبمنت ده برضو يعني مهما انت الواحد لوحده عمله مش هيتعمل. اوكي. لازم يبقى في حاجه زي ريد كولابريشن، ان انت في اكتر من 44 سي او قاعدين مع بعض بيتناقشوا في السيتويشن اللي احنا فيها النهارده، بيدوروا على حلول للوضع اللي احنا فيه النهارده. ازاي يطلعوا فكره جديده ونقدر ان احنا نعلي من مبيعاتنا تاني ونشتغل تاني. اوكي. بس ده كلام جميل جدا. كلمه اخيره، قول لي اكتر حاجه اتعلمتها ونفسك ناس ما تقعش فيها. بص هو اكتر حاجه انا اتعلمتها شخصيا انا كرامي، كشخصيتي انا بقى. يعني دي حاجه مش موجوده عند الكل. انا من النوع اللي زي ما بيقولوا عنيد او مش عنيد، بثبت في المبادئ، مش فليكسيبل. ده كان عيب قوي جدا فيا،
ان انا لا ما اغيرش اتجاهاتي، ما اذا انا هشتغل مع مطور ده لا ما اشتغلش مع غيره، بشتغل مع الاندستري مثلا في الريزيدنشال لا ما ادخلش الكوميرشال، الديستنيشن دي اشتغل عليها دي ما اشتغلش عليها. كنت موقف حاجات كتير قوي قوي قوي. الفلكسبيليتي اللي انا اكتسبتها طبعا بعد برضو ما دخلت على فكره في ريد كولابريشن، بقى السوق المصري كله موجود. ولما فتحت القصه دي لا لقيت النتائج مختلفه تماما، لقيت ده الصح. عايز اشتغل في التجاري موجود، عاوز اشتغل في السكني موجود، عاوز اشتغل في الاداري موجود، عاوز اشتغل في العاصمه ببيع، في الساحل الشمالي ببيع، في العين السخنه موجود، في القاهره جديده عشان احنا جغرافيا في الشيخ زايد فكان بالنسبه لنا سوق برضو خفي لا بنبيع فيه. الفلكسبيليتي دي اهم حاجه في الوضع اللي احنا فيه، انك انت تعرف تتكيف مع اي تغير بيحصل حواليك. لان انت كنت في فتره كان تفكيرك بطريقه كان هو الصح، ما مش على طول هيفضل صح. نظم انا عايز اسالك بقى سؤال. انت طبعا خدتني سلخه اول ما قعدت اسئله انا عايز اسال سؤال واحد. حبيبي اتفضل. ريد مجهزه ايه الفتره الجايه؟ اوكي هجيب لك حته كده صغيره. مستر خالد الحمد لله الفتره اللي فاتت كان عنده كام توبيك كده الحمد لله بفضل ربنا عملناهم. اول حاجه موضوع الليد هاب اللي اتعمل الحمد لله اتعمل بشكل كويس ولاقى نجاح كويس جدا جدا، اللي هو بقى ان هاوس والحمد لله باذن الله الفتره اللي جايه كمان هيتطور اكتر واكتر. موضوع التريننج اكاديمي الحمد لله عملنا فيه شغل كبير جدا والناس كلها مبسوطه. موضوع اللي هو قبليه موضوع اللي هو ريكروتمنت الحمد لله دلوقتي عندنا هاب ريكروتمنت بشكل كبير جدا. ناويين 2025 نعمل ايه؟ ناويين الحاجات دي كلها هنطورها اكتر هنحسنها اكتر. انت سيادتك عارف طبعا احنا عندنا الكولابريشن كوميتي بنعمله كل 3 اسابيع ان شاء الله باذن الله بعد الاجازه كلنا ان شاء الله هنبقى موجودين مع بعض عشان في رقم كبير كلنا ان شاء الله باذن الله هنبتدي نكسر فيه ونبتدي نجيبه عشان كمان السكيل عندنا كمان بتاع الديفلوبر تعلى وتكبر وناخد بوزيشننج اعلى كمان جوه الديفلوبر الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. انا مبسوط جدا 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 قعدت معاك ودايما كده في نجاح ودايما مع بعض اقوى واحسن. وانا كنت زمان بقى كنت بقول لك يا روميو عشان انت صديقي، بس انا اول مره اخد بالي انت فيك شبه من جورج كلوني ولبسك جميل وحلو فانت حبيبي وجميل ودايما على طول في ظهر بعض. وان شاء الله باذن الله 2025 تبقى سنه احلى لينا باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا جدا موجود معنا النهارده الحمد لله. شكرا.